السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تخيل كده علشان خاطر فيلم تضحي بنفسك وباسرتك، وده كله علشان خاطر ان انت ما قدرتش تسكت على اللي انت شفته او عرفته. النهارده الحلقه استثنائيه حرفيا لاننا هنتكلم عن اكتر الافلام غموضا في تاريخ هوليوود. الفيلم اللي تسبب في قتل المخرج اللي انتجه، واللي كان يطلع ويتكلم عن سبب قتله كان يختفي وما يتعرفش عنه حاجه. الفيلم من اخراج المخرج الامريكي الاسطوره ستانلي كوبريك، المخرج اليهودي الماسوني بدرجه رفيع المستوى اللي هز عرش الماسونيه فاضطروا لقتله. ايه اللي عمله في الفيلم وخلى منظمه غامضه زي دي انها تستفز وتعاقبه بالقتل؟ وليه كمان هو اصر على فتح اسرارهم وتفاصيل طقوسهم؟ ويا ترى بقى كل الرموز اللي بينها في الفيلم هي الحقيقه بتاعتهم ولذلك عاقبوه بالقتل؟ كل الاسئله دي هنعرف اجاباتها، وهنعرف ان الكون ده ليه اداره وليه قوانين، وعلى الكل الاتباع. بس يا ريت لو مش هتعبك معايا تنزل وتدوس لايك علشان القناه تستمر. اللايك مش بفلوس ولا بيديني فلوس، غير انه بيخلي القناه تستمر. وشكرا ليكم ويلا نبدا. اولا بقى انا مش بعرض الفيلم ده علشان نروح نتفرج عليه، ده بلس ان ما ينفعش اقل من سن 18 سنه انه يتفرج على الحلقه دي، علشان الكلام والالفاظ اللي هتستخدم مش هتكون مناسبه للسن ده ولا اللي بيحب يسمع الالفاظ الخارجه. في 1999 ميلاديا انتهى المخرج ستانلي كوبريك من انتاجه الفيلم ايس وايت شات، وقدمه للعرض لشركه وارنر براذر. بعد ما قدمه للعرض باربع ايام بس اتقتل واتقفلت قضيته بطريقه غريبه. مراته بتحكي ان الفتره اللي كان قبل قتله كان كوبريك دايما خايف وما قالهاش عن سبب خوفه، وانه في الفتره الاخيره كان بيحاول ان هو يعيش اكتر وقت مع كل احبائه، لدرجه انه في يوم عزم اعز اصدقائه ليه علشان يقول لهم ان ده ممكن يكون اخر لقاء ما بينهم، وانه كان سعيد جدا بوجودهم في حياته. وفعلا بعد المقابله دي على طول اتقتل كوبريك وانتشر خبر وفاته بالسكته القلبيه، وحاولت مراته اكتر من مره انها تكذب خبر وفاته بالسكته القلبيه وانه كان اتقتل بالرصاص، ويا ليتها صمت. بعد ما خرجت للصحف علشان تبين تزييف موت جوزها اختفت بغموض، وطلع خبر وفاتها بعديه باسبوع واحد. ومحدش يعرف هي ماتت ازاي ولا اتدفنت فين ولا ايه سبب وفاتها ولا اختفت فين ولا مين اللي قتلها، ومفيش اي معلومات غير خبر وفاتها وبس. طيب علشان ما اطولش عليكم في تفاصيل كتير في القضيه، اصدقاء كوبريك ربطوا اخر اعماله بسبب قتله، وجمعوا كل الرموز والطقوس اللي وضحها كوبريك في اخر فيلم ليه، وبعد ما شافوا الرموز والطقوس دي اكدوا ان هي كانت السبب في قتله هو ومراته. فتعالوا يلا نخش على العالم الغامض ده ونشوف طقوسهم، وعلشان نشوف الرموز والطقوس دي تستاهل ان كوبريك يضحي بنفسه علشانها ولا لا. يبدأ الفيلم بحفلة رأس السنة في قصر راجل ثري اسمه فيكتور زيجلر. بيحضر الحفلة دي بيل هارتفورد ومراته أليس هارفورد. في السريع كده بيل دكتور مقضيها حريم وكده يعني، المهم اللي شعور مراته ودي حاجة كده لدراما الفيلم. في الحفلة دي بان لينا بعض الرموز اللي وضحت انتماء فيكتور. أول حاجة كانت أثناء دخول بيل ومراته الحفلة، النجمة السداسية اللي بترمز لنجمة داوود. وأحب أوضح أكتر إن أعضاء الكيان الماسوني يهود أصلا. تاني رمز هو أرضية المرمر اللي بتشبه الشطرنج أبيض في أسود، ودي بقى أشهر رموز الماسونية اللي موجودة في كل المحافل بتاعتهم. الصدفة خلت بيل يقابل أعز أصدقائه في الحفلة دي، صديق الدراسة نيك نايتنجيل عازف البيانو، صديق بيل في كلية الطب ولكن ساب الطب ويشتغل في الموسيقى، وعرف منه الكافيه اللي بيشتغل فيه عازف بيانو وقال له هزور. وفي نفس الوقت اللي بيكون واقف بيل مع صديقه بيروح راجل لأليس مرات بيل وبيعرفها على نفسه انه مجري الأصل. لما تحاول بقى تعرف ايه معنى كلمة مجري مش هتلاقي أي وجود للكلمة دي في أي مكان غير في موضع واحد بس، هو أنتون زيندر مؤسس طائفة الشيطان، كان مجري الأصل. والأغرب من كده بقى لما عرفها باسمه اللي بيربط أكتر العلاقة بطائفة الشيطان، وهو زيندر ذا فوست، إنه اختار اسم مشابه جدا لمؤسس طائفة الشيطان. وفي نفس المشهد ده بيجوا بنتين مش تمام بيتعرفوا على بيل، وبتقول بنت منهم إنها شغالة في روكفيلر بلازا. هنا بقى الاشارات ابتدت تاكد ان الحفله دي كلها ماسونيين. عائله روكفيلر كنت عملت حلقه عنها، لو انت عايز تعرف مين هي عائله روكفيلر هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. طيب يلا نرجع تاني للفيلم. طبعا البنتين دول ما كانوش تمام ومش قاصدين خير مع بيل، فواخدينه يعملوا معاه الجلاشه. وطبعا بيل جاي في اي حاجه، فبيسال بيل البنتين هو عامل فيها عبيط، هو احنا رايحين على فين بالظبط؟ فجاوبت عليه بنت منهم ان احنا هنروح لمكان حيث ينتهي قوس قزح، والعباره دي في الماسونيه معناها ان المكان ده اللي بينتهي فيه اسرار الماسونيه. ويجي واحد من الخدم ويلحق بيل من الجلاشه اللي هتتعمل معاه ان السيد فيكتور عايزك ضروري. المهم ان بيل طلع للباشا لقى الباشا عامل الجلاشه، العلبه الذهبيه جابت اجل الوليه. واسف على الالفاظ، انا طبعا وضحت ان تحت ال 18 ما ينفعش، واللي مش هيحب يسمع الكلام ده فالحلقه دي مش ليه. وانا فعلا مش حابب ان انا استخدم الالفاظ دي، ولكن دي اهون بكتير من اللي تشوفه وتسمعه في الفيلم لان الفيلم انقط. المهم ان فيكتور بعت لبيل بما انه طبيب علشان يشوف البنت دي مالها. طيب المشهد اللي ملوش 30 اي لازمه ده هو ان البنت كانت بنفس وضعيه الصوره اللي ورا فيكتور، بس انا بقول ان المخرج حط المشهد ده علشان يخليك تلاحظ الرموز وتلقطها على طول. بس احب اوضح حاجه ولا اقول لك خليها للاخر.
لك انا الزيتونه وتديني انت الصابونه؟ اتقل بس، ده لسه في حاجات هتحصل كتير. بتخلص الحفله وبياخد بيل بعضه على الكافيه اللي بيشتغل فيه صديقه نيك، فبيكلموا نيك على الحفله بتاعته اللي هيعزف فيها النهارده، وبيقول له انها في مكان فخم جدا، بس للاسف انه بيكون عينيه متغميه، فده خلى فضول بيل يشتغل، فقال له نيك على مكان الحفله وقال له ان ليها كلمه سر ومن غيرها ما تقدرش تخش الحفله. وبيجي لنيك تليفون بيقول له على كلمه سر، بيأكد عليه انه يكون رابط عينيه. بيحس نيك بفضول بيل، فبيقول له على كلمه سر ويقول له لو حابب تيجي تعالى، بس لازم تلبس وشاح وقناع ومن غيرهم ما تقدرش تخش الحفله. بياخد بيل بعضه وبيطلع على مكان بيأجروا فيه الاقنعه ولبس الحفلات التنكريه. والغريبه هنا بقى يافطه المتجر، قوس قزح، ريمبو، وبياخد بعضه بيل وبيركب تاكس وعلى الحفله يا معلم. وهنا بقى بتيجي المفاجاه اللي صدمتني حرفيا، وهو ان تصوير الحفله في القصر الحقيقي لعائله ريتشارد، عائله اكبر مؤسسي الماسونيه، وهنتكلم عنها في حلقه لوحدها، لان عائله ريتشارد دول على ما اعتقد انهم هيجوا في يوم من الايام ويلموا الكره الارضيه ويقول لك يلا كفايه كده عليكم، لانهم بكل بساطه متحكمين في اقتصاد العالم كله وبدون مبالغه، ومش الاقتصاد بس وحاجات كتير كمان، بس مش موضوعنا النهارده. وبيوصل بقى بيل الحفله ويلبس القناع والوشاح وبيخش بعد ما يقول كلمه السر بتاعه الدخول. واول ما بيخش بيل بيلاقي طقوس غريبه وتقام، وجود حاجه زي قسيس كده او رئيس ما تعرفش ايه الادمي ده، اللي هو لابس وشاح احمر وماسك مبخره وبيلف على البنات اللي قاعده على شكل دايره، لغايه لحد دلوقتي لابسه اسدال ولا ما تعرفش ده ايه برضه، الله يهديهم، لحد دلوقتي الناس محترمه. وقعد يقول كلام غريب مش مفهوم، وتقريبا انه بيقرا كده من الكتاب المقدس، بس بالعكس، هما ماشيين بالعكس اساسا. اول ما بيخلص الطقوس دي بيبداوا في طقوس تانية بيرضاها الرغبات الجنسيه، وهي دي بقى عبادات. كل البنات اللي كانت لابسه اسدالات دي ما شاء الله لا قوه الا بالله قلعت الاسدالات. بيبص بقى بين اللي حواليه وهو مستغرب ايه اللي بيحصل ده، واستغرابه ملفت جدا للنظر، وبيلاقي ان كل اللي موجودين ما بيتكلموش وكلهم لابسين اقنعه الا صديقه نيك المسكين ده، هو الوحيد بس اللي مغمى عينيه. وبعد ما بيخلص البتاع اللي لابس احمر ده من الطقوس، البنات كلها بتقلع الوشاح بس مش القناع، يا ريتهم كانوا قلعوا القناع وسابوا الوشاح، ويبداوا بقى في طقوس الجنس الجماعي، وكل واحد وحسب رغباته الجنسيه، يعني عايز شواذ موجود والسد موجود والحيوانات موجود، يعني كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه، بجد عباده شياطين فعلا. وبتيجي على بيل بنت بقى وبتاخده وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عارف انت فين او في وسط مين؟ وهو مش فاهم اي حاجه، فبيسالها كده هو مش فاهم حاجه، انت مين ومين دول وايه اللي بيحصل هنا؟ ما عرفتوش اي حاجه طبعا، وخليته زي ما هو حمار، وما قالتلوش الا حاجه واحده اللي هي ملكه جمال، وقالت له ان ده كله مش مهم، المهم انك لازم تمشي من هنا، لو انكشف امرك هتكون في خط، امشي دلوقتي. فبيريحها بيقول له انه هيمشي، وبتمشي هي مع واحد، ويروح هو يكمل اللي بيحصل. وطول ما هو ماشي في القصر بيشوف حاجات غريبه كلها جنسيه، لحد ما بيلاقي بيل واحد من الخدم بيوقفه وبيساله هو انت اللي معاك سياره بره منتظرك؟ قال له اه. قال له طب تعالى معايا بس هو عايزك، وبالفعل بيروح بيل اللي معاه، هو مش عارف يا مسكين انه انكشف امره، ومشي ورا الخادم، ولكن القصر كبير جدا وفي حاجات بتحصل غريبه جدا مش حابب اتكلم في تفاصيلها. اخذ الخادم بيل عند الزعيم بتاعهم ولا القسيس الراجل اللي لابس وشاح احمر ده اللي مش عارفين نقول عليه ايه طول الفيلم، في المكان اللي كان بيقام فيه الطقوس، فسالوا عن كلمه السر، فبيل قالها له، ولكن الراجل ده كان شاكك فيه، فساله تقدر تكشف عن هويتك؟ طبعا بيل حمار، ولو هو واحد من اللي عارفين القوانين ما كانش هيرضى انه يكشف عن هويته، ولكن بيل كشف عن هويته، ودي كانت غلطه كبيره جدا. فبتيجي البنت بسرعه اللي نبهت عليه انه يمشي اكتر من مره وبتلحقه، وقالت لهم ان الشخص ده تحت مسؤوليتي، وسيبوه يمشي وان اتكلم هتحمل انا المسؤوليه ونقول العقاب. يوافق الزعيم بمكر شويه كده، وكان بيربط خيوط ببعضها على ان ازاي واحده من الاعضاء تتحمل مسؤوليه متسلل، وبيخليها بالفعل تتحمل مسؤوليتها. فبيحذر الزعيم بيل انه ما يخرجش كلمه واحده من بقه على اللي شافه هنا، وخرج بيل من الجحيم وهو مذهول من كل اللي شافه في المكان ده. ولكن يا ترى الموضوع هيعدي كده بسلام، وان مفيش حاجه حصلت، وان كل اللي شافه في المكان ده كان عادي انه يعرفه؟ اكيد لا طبعا. وابتدى بيل يحس بحد مراقبه، ومش بيراقبه كده وهو متخفي، لا ده بيراقبه عيني عينك كده، لحد ما في يوم من الايام بيقرا بيل في جريده عن خبر قتل ملكه الجمال امان. ابتدى يربط بيل بقى الامور باماندا دي. بيل كان شافها بوشها في حفله راس السنه اول مره لما كانت مغمى عليها وطلع وعالجها، يبقى دي البنت اللي اتعرفت عليه في الطقوس وقالت له انه يمشي، وتحملت مسؤوليه كلامه عن اي حاجه شافها. فبيربط على طول بيل ان فيكتور زيغلر ليه علاقه بالناس اللي شافها. نرجع بقى للمتأمن ده المفاجئ، التحقيقات بتاكد ان سبب الوفاه اوفر دوز، وفي الحقيقه كتير من نجوم هوليود ماتوا بنفس السبب، وهنتكلم في حلقات جايه عن نجوم كتير ماتت في غموض وبالادله. يلا بقى نرجع لموت اميندا المفاجئ. بعد ما وصل بين لجثه اميندا واتاكد من جثتها ان هي البنت اللي عالجها،
الحفله بتاعت راس السنه وفحص الجثه بما انه طبيب، ولقى مكتوب في تقرير التحقيقات ان طريقه الاكل غير معروفه، وانما بقى في الميديا بيتقال انها اوفر دوز، جرعه زايده. بينزل بيل من المستشفى وهو متعصب وبياخد بيل اللبس التنكري علشان يرجعه للمحل اللي اجره منه. ما بيلاقيش بيل القناع بتاعه ودور عليه كتير ما لقاهوش، فاضطر انه يرجع الوشاح بس ويدفع حق القناع، ويروح بيل على طول على القصر اللي راحه ساعه الطقوس. القصر ده كبير جدا، يعني مش اول كده ما تخش من البوابه تلاقي نفسك قدام باب الدخول على طول، لا ده انت بتخش بعد البوابه على ممر كبير لحد ما توصل لباب الدخول اللي هو بيكون جوه القصر. وصل بيل بالفعل لحد باب الدخول ولقى الكاميرات كلها بتتوجه عليه، فبص لها كده بنظره انتوا فاكريني؟ انا هو. فطلع له الراجل اللي كان بيراقبه من ساعه لما خرج من القصر اول مره، واداله ظرف مقفول وسابه. الظرف ده ما كانش مكتوب عليه من بره الا بيل، ومن جوه بقى مكتوب فيه ما تسالش عن اي حاجه، وامشي وما تجيش هنا تاني، وما تحاولش انك تفتح بقك بكلمه والا هتتضرر انت ومراتك. فبيرجع بيل بيته وهو حزين جدا وخايف. وبتحصل هنا بقى حاجه غريبه، انه اول ما بيخش اوضه النوم ومراته نايمه لقى القناع جنبها على المخده. بيل ساعتها اتصدم والخوف سيطر عليه. وهنا بقى في وجهتين نظر، الاولى لما نربط صوره البوستر بتاعت الفيلم نلاقي مرات بيل متصوره بعين واحده، العين التي ترى كل شيء، مع ان القناع يظهر وجنبها، فالمخرج خلاك انك تفكر ان مراته منهم وعارفه كل حاجه بتحصل معاه. اما وجهه النظر الثانيه انهم بياكدوا لبيل انهم يقدروا يوصلوا لادق التفاصيل في حياته علشان يخافوا ما يقدرش ينطق بكلمه واحده. تعالوا نشوف اخر امل لبيل فين. اخر امل بقى عند بيل هو انه يروح لفيكتور لو فاكرين. اول ما راح بيل لفيكتور وبيتناقشوا وهو بيلعب بلياردو، راجل ساري بقى بيحاول يعرف بيل حاجات كتير وهو عنده يقين ان جوابها عند فيكتور، ولكن بيل عارف انه لازم يكون حذر لانه عارف نفوذ فيكتور قويه قد ايه. واقف بيل مرتبك ومش عارف يسال ولا يوضح اي حاجه، فلقى فيكتور رفع عنه الحرج وقال له انه عارف كل حاجه. اتخض بيل كده وقال له عارف ايه بالظبط؟ فراح قال له فيكتور عارف كل حاجه حصلت، عارف موضوع الحفله اللي رحتها وعارف كمان ايه اللي حصل معاك هناك. بيل ابتدى يتنح وهو مصدوم ومركز مع فيكتور. نظره بيل لفيكتور كده عارف كانت زي وات، فساله كده باستغراب ازاي عرفت اللي حصل معايا؟ فقال له فيكتور انا كنت هناك. اول ما بيل سمع ان هو كان هناك وبقى عنده كميه اسئله كتير، بس فيكتور ما ادالوش فرصه لاي سؤال من الاسئله دي، وكل النقاش معاه ان كل اللي انت شفته ده عباره عن عرض مسرحي. وبعد كده ابتدى فيكتور يوصل لبيل انه تحت عينيه لما قعد يحكي له على ادق التفاصيل اليوميه اللي في حياته، واللي هي استحاله حد يعرفها الا لما يكون عايش معاه. ومش بس كده، ده يكون ملازمه في كل حته زي ضله. وحكى معاه بقى هو ازاي جه الحفله، وانك رحت الكافيه وقابلت صديقك وبعد كده اشتريت اللبس التنكري، وقال له على كل حاجه. وبيل واقف مصدوم ومش فاهم اي حاجه. وصديقك اللي خلاك تروح الحفله خد اللي يستاهله علشان اداك كلمه السر. وبعد حوار طويل سال بيل فيكتور وقال له هي اماندا اللي ماتت هي اللي كانت بتحذرني في الحفله؟ راح شاور ليه براسه انه ودار نقاش طويل ما بينهم جدا بيحاول فيكتور فيه انه يقنع بيل ان كل ده عادي بيحصل دايما ويشارك فيه اهم واغنى الشخصيات، وان ده ترفيه الاثرياء، وان ده جاست فور فاني، وان ما فيهوش اي حاجه غريبه. كل الرموز والطقوس اللي موجوده في الفيلم بيعتبروها ان هي السبب في قتل المخرج كوبريك ومراته بالطريقه الغامضه دي. وهنا بقى السؤال المهم بيطرح نفسه، ان ازاي كوبريك صور الفيلم اللي فضح الماسونيه في قصر عائله اكبر مؤسسي الماسونيه واللي قتلته علشان يتجرأ بكشف اسرارهم، مع اني شايف ان دي اسرار قليله بالنسبه للمنظمه بتملك نفوذ وفلوس اكتر من فلوس تلت العالم، وبتملك كمان اكبر واشهر الشركات في جميع المجالات اللي مفيش غنى عنها. طيب ازاي بقى صور جوه قصر اشهر عيلتين اللي شاركوا في تاسيس الماسونيه؟ بيقال هنا بقى ان هو صور الفيلم في 4 سنين، وكان مداري انتاج الفيلم دون عن الجماهير، لانه بكل بساطه لو صور الفيلم ده في وقت قصير كان هيتقفش. واللي معروف عن المخرج كوبريك ان هو ماسوني رفيع المستوى، يعني ليه نفوذ جوه المنظمه. واما بقى بالنسبه للممثلين فطلع توم كروز وبيأكد ان هو ما كانش يعرف اي حاجه عن الفيلم ولا اتجاهاته، لانه صور الفيلم ده على مدار 4 سنين وما كانش بيملك من القصه الا المشهد اللي هو هيصوره بس. فالمخرج كوبريك كانت مهمته صعبه جدا في تصوير الفيلم ده، وباين من اسلوب تصوير الفيلم والفيلم نفسه ان هو كان مصمم ان هو يظهر المعلومات اللي موجوده فيه علشان الناس تعرف حاجات كتير بتحصل اغلبنا ما يعرفش عنها حاجه. والمقصود انك تخلي بالك علشان ده ممكن يكون من اقرب الناس ليك. والفكره دي من ظهور القناع جنب مرات بيل بعد اختفائه. وطبعا ده كله لسه ما اتنقلش للوطن العربي بالكامل، يعني مش عندنا الكلام ده عشان ما حدش يشك في مراته، ولكن من زمان وهم بيحاولوا ان هم ينتشروا في العالم كله. وخلصت مهمتنا النهارده، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من عندنا. وسلام. خارج على السيطرة عدادي قفلت والدنيا مشبرة، بصوب واصيب صح والدنيا مكبرة، بصدق في احساسي وببلوك شوشرة، فكرتي جوهرة منجم بيطلع افكار